السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بحبكم في الله. ما تنسوش تحطوا اللايك للليمون المعصفر الجميل بتاعنا النهاردة بطريقة سهلة ولذيذة، وهتاكليه بعد اسبوع بس. احلى ليمون معصفر واسرع ليمون معصفر من ايد رفايدة النهاردة. بحبكم في الله. ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتوا ما اشتركتوش لسه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة انا بنزلها جديدة. قناة اكلك على قدك. البرطمان معنا، البرطمان المتع بتاعنا ده. طبعا احنا في موسم الليمون. الليمون له موسم بيبقى رخيص وبيبقى كتير، بعد كده بيبقى غالي. والليمون بيطلع وراه الزيتون. الزيتون هنعمله ان شاء الله، بس لما يطلع لسه ما طلعش عندنا، لسه ما جاش عندنا. فيلا نسمي بسم الله ونخش على المعمعة على طول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا الليمون، تجيبيه وسط يعني، بس هاتيه وسط كده زي ده كده، حلو اصفر على اخضر كده، ايه وسط. ما تجيبوش الكبير قوي ولا تجيبيه الصغير قوي، لان الصغير قوي ما بيبقاش فيه ميه، فبيبقى ايه ناشف شويتين. انما دون بيبقى وسط كده، بيبقى فيه ميه. يلا حطينا الليمون على النار، اتسلق يعني اتسلق غلوتين كده 3، ونزلناه. كل لما انت عايزاه يحدق اسرع، كل لما تسلقيه زياده شويه، وبعدين صفيناه. ودي ميه الليمون اللي في الكنكه اللي قدامكم دي، والليمون سبته يبرد. معانا ايه؟ معانا بشر جزر، ودي والاحمر دون حته بنجرايه حمرا كده صغنونه صغنونه، بس مش كتير، عشان البنجر الاحمر انتوا عارفين انه بصره ده احمر كتير. ومعانا هيديله قيمه غذائيه وطعم حلو وحاجه حلوه جدا. ومعانا طبعا فلفل اخضر حامي. معانا الخلاط الجميل بتاعنا. نفسي اغير الشفشق بتاع الخلاط ده بس هو شغال يعني. انتوا عارفين رفايدة يعني ايه اكلك، حاجه اسمها ايه اكلك على قدك. فما بنهدرش اي حاجه وما بنبوظش اي حاجه لما تجيب اخرها خالص تبوظ بقى. فهو سليم الراجل يعني، شكله بقى بايظ، بس ايه، بس هو سليم يعني، شكله بقى اصفر وكده، بس هو سليم. معنا بقى فلافل كده حمرة، دي مش حامية يعني، دي فلافل حمرا عادي، لانك لو حطيتي اكتر من كده حمو في قلب الليمون ما عادش تقدري تاكليه. فما تخلوش حامي قوي بعض، عشان في ولاد بياكلوا منه وكده. فحطينا حبة فلافل حمر كده حلوين محترمين. هنقول بقى عيار الملح. لكل لتر مية كوباية من الملح. حسيت ان هو بيقع على الرخامة، فايه حطيته بقى في البتاع كده كده هيتحط فيه الملح. لكل لتر مية كوباية من الملح. انا حطيت 1.5 لتر ميه. الليمون بتاعي خد 1.5 لتر ميه. اعرف منين يا رفايدة ان هو هياخد 1.5 لتر ميه او لتر ميه او كده؟ بصي، اولا شفشق الخلاط ده لتر ميه، الكنكه لتر ميه، يعني كل الحاجات دي كده وكده كلها. لو ما عندكيش معيار يعني، كل حاجه الحاجات دي كلها لتر ميه. بنحط بيه بقى فصين توم كده 3 4 5 6 كده، حبه حلوين يعني في قلب الخلطه بتاعتنا. وبنحط كمان 4 5 فصوص في قلب الخلاط يدوا الريحه والطعم. موضوع انك تعرفي ده العصفر دول حبه كده، انا شارياهم ايه ب3 جنيه من عند الراجل بتاع العطار يعني. عصفر وحبه البركه على مين؟ على الجزر والبنجر. المهم بقى، وضربت الحاجات التانية دي كلها في الخلاط، اللي هو الفلفل الاحمر مع الميه. بقول لكم تعرفوا الليمون بياخد منين. حطي لتر وحطي في المقادير، ماشي يعني، حطي لتر وكوبايه ملح وفوقيه المقادير. لقيت الليمون وحطيت الليمون وكله وعملتي اخر مرحله، لقيت الليمون بتاعك لسه عايز ميه، حطي ميه تاني. طبعا بقيت ميه الليمون ده ميه الليمون اللي مغلي فيها الليمون، ميه الليمون نفسها، ما تجيبيش ميه تانية، عشان ده اصلا بيحافظ على عمر الليمون وعمره ما يعفن معاكي. لو قعد حتى 6 شهور 7 شهور والله ما بيعفن. انا عندي يعني، كان عندي ليمون من الزيتون بتاع السنه اللي فاتت، والله كان جميل لسه خلصان قريب. وعملت على ميته كمان، جبت ليمون تاني وسلقته وحطيته في ميه وشققته برضه وحطيته في ميه الليمون اللي هو القديم. شايفين انا حطيت نص لتر التانية على الليمون القديم. والله بقى طعمه في منتهى الجمال، بقى طعمه زي العصفر يعني بصي هو نفسه العصفر، طعمه جميل جدا يعني. اللي انا سلقته وحطيته مكان ميه الليمون، ولا باظت ولا خيمت ولا اي حاجه، بقى لها سنه سرولوس. فانا بقولك اهو ده الليمون بقى بعد ما برد خالص. طبعا صفينا ميه الليمون استهلكناها، اللي احنا ايه حطينا فيها بقى الخلطه الحلوه اللي وراكي دي. قلنا لكل لتر ميه كوبايه من الملح. تمام. طبعا البرطمان احنا غسلينه كويس جدا جدا جدا، حاطينه في الشمس
يوم ولا حاجة، بحيث ان هو يبقى معقم وناشف ومفهوش اي نقطة مية. يعني اهم حاجة خطوة البرطمان دي، خطوة البرطمان بتاعك اذا كان نضيف، طبعا انا كنت سلقة مع الليمون برضه قرون فلفل حامية. خطوة البرطمان دي، اذا البرطمان بتاعك مبلول مية ومكان حادق قديم ومش نضيف، هيخسر لك الليمون، مش هيقعد معاكي فترة طويلة. اعملي الحاجة صح، الحاجة الوقت غالية جدا، كل حاجة بنشتريها غالية، فايه نعملها صح بقى عشان تعيش ومكانها يعيش برضو. والله يعني عن تجربة بقول لكم، انا والله يعني انا لسه يعني اخر الليمون لسه عندي على الرخامة، عاملاه مكان الليمون المعصفر بتاع رمضان، يعتبر اللي انا كنت عاملاه رمضان، اللي هو يعني انا عاملاه اصلا من موسم الزيتون. احنا الزيتون عندنا على فكره ما بيطلعش قبل رمضان، الزيتون عندنا بيطلع قبل رمضان ب6 شهور. المهم بقى طبعا حطينا كل الليمون، حطينا بقى يعني الليمون المشقق، حطينا العصفر في قلبه كده، وبنعمل بقى الخطوه دي كده، بنرج البتاع عشان ينزل كله في قلبه، وبتك عليه، بحط من الخلطه، بحط الليمونه في قلب الميه، فبقى ايه بحط فيها من الخلطه زي ما شفتوا. وبعدين بقى بنحطها في البرطمان الحلو بتاعنا ده كده، وبنقعد نضغط عليه شويه. رحت اجيب الزيت اهون، بحط ايه، لا انا بزوده ميه من ميه الليمون، حسيت ان هي قليله ومش مغطيه الليمون، فبزوده ميه من ميه الليمون. وجبت الزيت بقى، يلا نشوف. اعملي حسابك الميه اللي تحطيها قد الملح اللي ايه مقدارك. بحط بقى على وشه شويه اهو يا حبايبي. الليمون حاجة جميلة جدا، تاكليه بعد ايه اسبوعين، تسيبيه شهر شهرين، والله ما بيجراله اي حاجة كده في منتهى الجمال، المقادير مظبوطة جدا جدا. العصفر والزيت اللي عليه بيحفظه اهون، وبزود زيت تاني عشان يحفظ برضو وشه، ما بيجرالوش اي حاجة. عايزة تحطيه في برطمان صغير على قده حطيه يا ريت. انا ما عنديش الا البرطمانات دي، بحدق فيها زيتون وليمون وكل حاجة، دول 2 كيلو ونص من الليمون. بحبكم في الله، اعملوا لايك لو استفدتوا بأي معلومة، اعملوا لايك، وبحبكم جدا. مستنية بقى كومنتات حلوة منكم كده، قولوا لي ايه رأيكم في الليمون المعصفر، وقولوا لي لو الزيتون طلع عندكم ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعملوا لايك واشتركوا في القناة.